انت مش متخيل قد ايه انا سعيد برجوعك يا بيبرس. عمري ما تأخر لما مصر تحتاجني. الخطر كبير جدا والمواجهة مش سهلة يا بيبرس. الأمر الواقع بيقول إن الحرب مستحيلة. والوقت قدامنا قد ايه؟ خبر قتل رسل التتار أكيد وصل لهولاك وكاتوبغا. أنا متوقع استعدادهم وهجومهم في أي لحظة. وليه نستنى التتار يهجموا علينا؟ ايه؟ ما تخافش ده طفل ذكي جدا من أبناء مصر المخلصين. تقدر تقولي يحيى حارس التاريخ. وازاي ظهرت كده؟ ده سؤال سألته له كتير ومش لاقي له إجابة لغاية دلوقتي. ظهوري واختفائي بالشكل ده مش أهم من الخطة اللي لازم تبقى محكومة وتحقق الانتصار على التتار. الطريق مش سهل وجيشنا مش مستعد قدام قوة التتار وقدرتهم على الحرب. التتار أصبحوا واثقين من الانتصار في أي حرب هيدخلوها، وده عامل ممكن يبقى ضدهم. تقصد ايه؟ الثقة الزايدة في النفس وعدم معرفة حجم عدوك الحقيقي ممكن يبقى عامل كبير يخسروا به الحرب ونحقق الانتصار. طفل لكنه فصيح. احنا نهجم على التتار وما نستناش يهجموا علينا. وليه نعرض الجيش للهلاك خارج أسوارنا الحصينة؟ وليه ما نهجمش فجأة على التتار من غير ما يتوقعوا وما يكونوش في كامل استعدادهم؟ بالظبط يا مولاي، وده هيبقى سر قوتك. بس الطريق لمعسكر التتار مليء بالمخاطر. عشان نوصل لمعسكر التتار جنوب بلاد الشام لازم نمر من جانب مدينة عكا. وعكا مسيطر عليها الصليبيين، ولو مرينا من هناك الجيش هيضطر يحارب الصليبيين وهيتعب قبل مواجهة التتار. واللي أكيد هيعرفوا ساعتها إننا اتحركنا وهيستعدوا لينا قبل ما نوصل لهم. يبقى لازم نعمل معاهدة سلام مع الصليبيين في عكا. معاهدة سلام؟ بالظبط، نتفق مع الصليبيين لا نهجم عليهم ولا يهجموا علينا، على الأقل لغاية ما نحارب التتار، ونمر بهدوء من جانب عكا لغاية ما نفاجئ التتار ونحاربهم. أيوة، بس موافقتهم مش مضمونة. مش هتخسر حاجة يا مولاي لو أرسلت رسل لمقابلة قائد الصليبيين في عكا في نفس الوقت اللي بتجهز فيه الجيش في مصر. والجيش محتاج تسليح وتدريب كبير، وبيت المال تقريبا ما فيهوش فلوس. نفرض الضرايب على الناس، ده دورهم في الحرب. لا، أنا ما أقدرش أفرض ضرايب على الشعب وإحنا ساكنين في قصور ونملك من الذهب والمال اللي يزيد ويفيض. طب وهنتصرف في المال إزاي؟ أنا هأمر كل المماليك إنهم يبيعوا قصورهم ويتبرعوا بأموالهم عشان يكون حالهم زي أي جندي بيدافع عن مصر، وأنا أولهم. من النهاردة هبيع قصري وأتبرع بكل ما أملك، وإذا الفلوس ما قضتش ساعتها نبقى نطلب من الشعب العون. قرار عظيم وصائب يا مولاي. وفي الحال هكتب رسالة لقائد الصليبيين في عكا، هعرض عليه الهدنة واستنى رده.